عزيز غالي كان يلتقي بهذا الإسرائيلي المعارض من أجل تمرير معلومات. الإسرائيليون أفادوا وأخبروا على أن التهمة الموجهة إلى عزيز غالي هي تهمة التخابر والعمل عمل الجوسسة لصالح إيران على إسرائيل. له علاقات جد وطيدة مع النظام الإيراني، بمعنى أنه كان يشتغل لصالح إسرائيل. توجهت له التهمة من طرف الإسرائيليين ماشي من طرف المغاربة. وأنا كنعتقد على أنه إن شاء الله بمجرد دخوله من المغرب، أنا أعتقد على أن السلطات الأمنية المغربية غادي يعتقلوه، أو على الأقل غادي يتم التوقيف ديالو والبحث معه بخصوص هذا. متابعينا الكرام، حتى أكون عمليا معكم الآن سأدخل أمامكم على السيرة الذاتية للحقوقي غالي. غادي ندخلوا ان شاء الله على المنصه ديال جوجل، وغادي ندخلوا الويكيبيديا. انت بمجرد ما نكتبوا في ديك لابار ديال البار دو ريشيرش ديال جوجل، نكتبوا السيره الذاتيه للحقوقي غالي، غادي تطلع لنا اولى النتائج عزيز غالي. ها انتم متابعينا الكرام، باش ما تقولوش نكذب عليكم، هذا الشيء راه في جوجل، هذه راه مقالات عديده، راه عشرات المقالات. غادي نمشيو للمقال الاول متابعينا الكرام اللي على صفحه ويكيبيديا. قراو معايا عزيز غالي، أنا نطوع عليه. عزيز غالي هو حقوقي مغربي وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب. الدفاع عن حقوق الشعب المغربي الديمقراطية والإنسانية والثقافية والحقوق الاقتصادية. الجنسية ديالو جنسية مغربية، مطلق. المهنة ديالو سياسي وناشط حقوقي وناشط مجتمع مدني وإطار صحي. الحزب اللي كينتمي ليه متابعينا الكرام وكما كتلاحظوا معايا هو حزب النهج الديمقراطي. اللغات اللي كيتكلمها هذا عزيز غالي هي اللهجه المغربيه والعربيه والفرنسيه والروسيه. وركزوا لي متابعينا الكرام على الروسيه، لان في الاخير ان شاء الله غادي الا تفكرتها غادي نركز لكم عليها ونقول لكم عليها واحد المعلومه. اذا اللغات اللي كيتكلمها هي اللهجه المغربيه والعربيه والفرنسيه والروسيه. وقد انتخب في المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. وقد انتخب في المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان الذي اختتمت أشغاله بتاريخ 28 أبريل 2019. هنا متابعينا الكرام، هذا عزيز غالي كينتمي لهذه الجمعية اللي هي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وهنا بين قوسين هذه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي نتيجة ديال واحد الفكر خاص بالنهج الديمقراطي. هذه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي مولود خاص للنهج الديمقراطي، بمعنى أنه مولود خاص للماركسيين والشيوعيين. غادي نمشيو لتحت مشاهدينا الكرام، غادي نمشيو للمحة عامة، غادي نطلعوا عليها وغادي نقراو المقال. عزيز غالي هو دكتور في الصيدلة، وقد كان حاضرا في جل المحطات الحقوقية والقضايا التي تمس بصميم الشعب المغربي، منها محطة حراك الريف التاريخية، كما كان حاضرا في إحدى المحطات الثلاث الأهم بمنطقة المينا شمال إفريقيا والشرق الأوسط. حرب 2003 عندما لاحظوا معي مشاهدينا الكرام، حرب 2003 عندما كان يشتغل بمستشفى اليرموك، كما عمل عام 2006 بمستشفى بنت جبيل على الحدود الفلسطينية اللبنانية، ثم اشتغل عامي 2008 و2009 بمستشفى العودة داخل غزة، فضلا عن كونه عضو المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي. إذا متابعينا الكرام، هنا نركزوا على ثلاثة ديال الحوايج أو جوج ديال الحوايج. حرب 2003 عندما كان يشتغل بمستشفى اليرموك في لبنان، وكما عمل عام 2006 بمستشفى بنت جبيل على الحدود الفلسطينية اللبنانية، بمعنى على داخل لبنان، ثم اشتغل عامي 2008 و2009 بمستشفى العودة. إذا متابعينا الكرام، هاد ثلاثة ديال المعلومات اللي هي كتأكد لنا الانتماء إلى بغينا نقولوا بين قوسين الانتماء العقدي أو حتى الانتماء الاستخباراتي. هنا بحكم ان هذا عزيز غالي كان كيشتغل في لبنان، وانتم عارفين على ان لبنان اكثر من 90% من لبنان يتحكم فيها النظام الايراني الى حدود السنه الماضيه على مر الازمنه تقريبا اكثر من 60 سنه، والنظام اكثر من 60 سنه والنظام الايراني يتحكم في كامل لبنان.
النظام الإيراني هو الذي يسير لبنان، هو الذي يتحكم في الجيش، هو الذي يتحكم في السلاح، هو الذي يتحكم في حزب الله. وكما تعلمون أن حزب الله في لبنان هم الذين كانوا يستقبلون مرتزقة البوليزاريو ويدربونهم على حمل السلاح وعلى الهجوم بشكل إرهابي على المملكة المغربية في الصحراء المغربية. إذن عزيز غالي كانت له علاقات جد وطيدة مع النظام الإيراني، بمعنى أنه كان يشتغل لصالح إيران. ولذلك عزيز غالي هذا الأسبوع عندما ذهب إلى فلسطين فيما يسمى بأسطول الحرية أو أسطول كسر الحصار عن غزة، غزة السليبة، هذا المرتزق حينما دخل إلى فلسطين اعتقلته السلطات الأمنية الإسرائيلية بمعية جميع الأعضاء أسطول الحرية. لكن المفارقة متابعينا الكرام هو أنه أغلب تقريبا 90% من أعضاء أسطول الحرية الذين تم القبض عليهم أو توقيفهم من طرف النظام الإسرائيلي أغلبهم تم في اليوم الموالي أو بعد 3 أيام على أكبر تقدير. لكن غالي بمعية 3 أشخاص آخرين، على حسب ما أتذكر هناك 4 أشخاص فقط هم من تحفظت عليهم السلطات الأمنية الإسرائيلية، كانوا بالضبط عنصرين من النرويج أطلق سراحهم مؤخرا. ثم عزيز غالي بمعية رفيقه اعتقلوا داخل فلسطين، وتم تعميق البحث معهم، وبالخصوص تم تعميق البحث مع عزيز غالي. لماذا عزيز غالي؟ لأن السلطات الأمنية اتهمته بشكل غير رسمي، اتهمته بالضلوع في عملية تجسس لصالح إيران على إسرائيل. وهنا متابعينا الكرام الإسرائيليون أفادوا وأخبروا على أن التهمة الموجهة إلى عزيز غالي هي تهمة التخابر والعمل عمل الجوسسة لصالح إيران على إسرائيل. النظام أو الأمن أو السلطات الأمنية الإسرائيلية وجهت هذه التهمة استنادا إلى قولها على أن عزيز غالي كانت له علاقة وطيدة مع إسرائيلي معارض يوجد الآن في الاعتقال. عزيز غالي كانت له علاقة مع هذا الإسرائيلي المعتقل بإسرائيل، الذي قالت إسرائيل على أنه هذا المعارض الإسرائيلي كان يأتي إلى المغرب وكان يشارك في الوقفات والمسيرات الداعمة لفلسطين، هذه المسيرات التي كانت تجب جميع ساحات وجميع طرقات المملكة المغربية قاطبة، وعلى الخصوص أمام البرلمان، بحيث أنه في الرباط كانت هناك مظاهرات مليونية دائمة بشكل أسبوعي تقريبا، المظاهرات بعشرات الآلاف من الأشخاص اللي كيحضروا تضامنا مع غزة وتضامنا مع فلسطين، وكانوا يحتجون أمام البرلمان. والمشكلة هو أنه عزيز غالي كان يلتقي بهذا الإسرائيلي المعارض من أجل تمرير معلومات استخباراتية، بمعنى أن عزيز غالي حينما كان يلتقي بهذا الإسرائيلي المعارض كانوا يلتقون في المغرب، وكان عزيز غالي كان واسطة بمعنى بين قوسين متابعينا الكرام، كان شكام. هذا عزيز غالي كان واسطة بين هذا الإسرائيلي وبين النظام الإيراني، لأنه بطبيعة الحال بحكم أن ذلك الجاسوس هو إسرائيلي، فبطبيعة الحال لن يستطيع التنقل إلى إيران، وبالتالي كان يحتاج إلى وسيط. لذلك إيران جندت هذا الوسيط، ومن كان هذا الوسيط كان هو عزيز غالي. عزيز غالي كما قلت لكم سابقا بحكم اشتغاله وعمله في لبنان، بمعنى أنه بحكم علاقته الوطيدة مع حزب الله ومع النظام الإيراني، جنده النظام الإيراني من أجل أن يكون واسطة استخباراتية مع هذا العميل الإسرائيلي لصالح إيران. لذلك كانت التهمة الرئيسية للسلطات الأمنية الإسرائيلية بخصوص غالي كانت تهمته هو المشاركة في أعمال استخباراتية لصالح إيران ضد إسرائيل. وهنا متابعينا الكرام في بداية الاعتقال، بمعنى أنه اليوم الأول الذي تم فيه اعتقال عزيز غالي
كان عزيز غالي يتشدق ويقول لهم أنا ما بغيتش الخارجية المغربية توصل لي لدى إسرائيل من أجل إطلاق سراحه. السيد كان يقول لهم أنا ما عندي ما ندير بالخارجية المغربية، كان يقول لهم خليوني بيني وبين إسرائيل، ما توسطوليش، ما تجيبونيش، ما ترجعونيش لبلادي. بمعنى كان يدفع صدره، كان يقول لهم أنا نخرج بالعضلات ديالي ونخرج بالقوة ديالي. إسرائيل غادي تطلقني بزاز منكم، نتوما ما تجيوش، نتوما الخارجية المغربية ما عندكمش علاقة، ما توسطوليش. لكنه بمجرد أن قامت السلطات الأمنية العسكرية الإسرائيلية بتوجيه تهمة التخابر، بمجرد أن السلطات الإسرائيلية اتهموه بالتواطؤ لصالح إيران، الانسان ذاك عزيز غالي تبدل 180 درجه، لانه حس بان صافي راه ما غاديش يطلقوه، وحس بان ما غادي يدخلوه لواحد المحاكمه عسكريه، وبالتالي المشوار ديالو غادي ينتهي، وبالتالي راه ربما يتحكم بواحد 10 سنين حتى ل 20 عام داخل اسرائيل. بمعنى انه واحد 10 سنين ولا 20 سنه ولا 20 عام غادي يتحكم وغادي يبقى في السجون الاسرائيليه الى جانب الفلسطينيين. لذلك استشعر الخطر، ثم عاد باكيا جاثما على ركبتيه طلبا من الوسطاء أن يتوسطوا للسلطات المغربية، وبالضبط الخارجية المغربية، من أجل أن تتوسط له لدى إسرائيل من أجل إطلاق سراحه. وبطبيعة الحال المملكة المغربية ما يمكنش تسمح في مواطن، بالرغم من أنه مواطن، إلا بغينا نقولوا بين قوسين مواطن عاق، كيقلب فقط على المصالح ديالو. بالرغم من ذلك الخارجية المغربية لم تتأخر، وأرسلت مفاوضا للسلطات الإسرائيلية عبر مكتب الاتصال، حسب ما أعتقد عبر مكتب الاتصال بإسرائيل. فاستجاب الإسرائيليون لطلب المملكة المغربية، واستجابوا لطلب وزارة الخارجية المغربية، وقاموا بالإفراج عنه دون تعميق البحث معه. يعني هنا من كنقول تعميق البحث، راه ماشي تعميق البحث الأولي، تعميق البحث يعني الأساسي، بمعنى أنه المرحلة الثانية اللي غادي تشدد فيها النظام، أو غادي تشدد فيها السلطات الإسرائيلية الأمنية في البحث مع عزيز غالي. المرحلة الثانية تم إلغاؤها بحكم أن المملكة المغربية توسطت من أجل إطلاق سراحه. والآن متابعينا الكرام، كما شاهدت في الفيديو، وهو أن عزيز غالي بمجرد ما خرج من إسرائيل حطته الطيارة في تركيا، على أساس أنه غادي ينزل في تركيا، ومن تركيا غادي يجي للمغرب. بمجرد ما السيد نزل من الطيارة في تركيا، جاته الصحافة. الغريب متابعينا الكرام هو أنه قال مهزلة أقل شيء يمكن أن نقول عنها هو أن هذه المهزلة تعتبر كارثة متابعينا الكرام. بمعنى أنه الجزائريين عندهم واحد الكارثة صوتية سميتها تبون، كيكذب الكذبة وكيتيقها، ومجموعه من الشعب الجزائري حتى هو كيصدق الخزعبلات ديال تبون الرئيس ديالهم. لكن متابعينا الكرام، الفضيحه الكبرى هو ان حتى حنا رجع عندنا واحد تبون اخر اللي هو عزيز غالي كذب واحد الكذبه وصدقها. والمشكله انه بعض المغاربه المتحمسين، او الشباب المغاربه المتحمسين، كيصدقوا هذا الكلام، كلام مضحك. واش عرفتوا شنو قال متابعينا الكرام؟ قال على ان شعب غزة، كما قلت لكم، قال على أن شعب غزة أضرب عن الطعام تعاطفا معه. إذا متابعين الكرام، كيفاش غادي تفسروا هذه الهضرة هذه؟ شعب غزة مسكين اللي هو شعب مريض منهك، ما لقى ما ياكل، ما لقى ما يشرب، ما لقى ما يلبس، ما لقى فين ينعس، ما لقى فين يدوش، ما لقى حتى شي حاجة. واش بان له غير هذا عزيز غالي، على أساس أن الفلسطينيين كيعرفوا عزيز غالي. مهزلة متابعينا الكرام. والذي يحز في الخاطر متابعينا الكرام هو أنه مجموعة كبيرة من الشباب المتحمس للقضية الفلسطينية يصدقون عزيز غالي فقط يكذب عليكم من أجل ربح التعاطف المغربي. هو فقط كيربح التعاطف المغربي، هو وجميع الناس اللي كينتميوا للحزب او لما يسمى بالنهج الديمقراطي، واللي هنا بين قوسين متابعينا الكرام راه منيب الحزبيه، رئيسه الحزب، راها من النهج الديمقراطي، كما نقولوا حنا بالدارجه راهم رفقاء. واش فهمتوا متابعينا الكرام؟ إذا متابعينا الكرام، هذه هي المهزلة التي كنت أريد أن أتكلم عنها، وهذه هي الفضيحة التي كنت أريد أن أتكلم عنها. وسامحوني متابعينا الكرام، أعود إلى
واحد الكلام قالوا واحد الكورغولي جزائري في التعليقات ديالو، علق عليا زعما كيضحك علينا وكيضحك علينا وكيتهكم علينا. قال لك وبما ان عزيز غالي اذا كان عزيز غالي متهما بالجوسسه لصالح ايران، اذا علاش الامن المغربي ما اعتقلوش؟ ورا الامن المغربي ما اعتقلوش لانه اصلا الامن المغربي ما موجه له تهمه، الامن المغربي كاع ما مسوقلوش، لانه مازال ما خدش، بمعنى ان عزيز غالي مازال ما حطش يدو في الخطوط الحمراء للمملكه المغربيه، واللي هي الله الوطن الملكي، اللي هي الدين ديالنا، واللي هي الحدود ديالنا والحوزه ديالنا والمملكه النظام الملكي. عزيز غالي توجهت له التهمه من طرف الاسرائيليين ماشي من طرف المغاربه. وانا كنعتقد على انه ان شاء الله بمجرد دخوله للمغرب، انا اعتقد على ان السلطات الامنيه المغربيه غادي يعتقلوه، او على الاقل غادي يتم التوقيف ديالو والبحث معه بخصوص هذه الاتهامات. لان انا شخصيا متابعينا الكرام كنعتقد فعلا ان عزيز غالي خائن. اذا متابعينا الكرام حياكم الله.